الذي أنزل فيه القرآن. أولى الهدايا من عند رب العباد سبحانه وتعالى أن القرآن الكريم خرج من مكنون رب العباد سبحانه وتعالى ومن سره في شهر رمضان. أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، تلقته الملائكة، ثم بعد ذلك أنزل على قلب حبيبكم صلى الله عليه وسلم في مقدار 23 عاما. أول الهدايا لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن العظيم خرج من مكنون سر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لسه القارئ وهو يقرأ ويرتل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة. وأنزل فعل، ونزل فعل، وتنزل فعل، لكن أنزل من عند رب العباد سبحانه وتعالى، خرج من مكنون الله سبحانه وتعالى. طيب تنزلت به الملائكة، تلقته الملائكة في ليلة القدر. طب نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، لأن الله هو القائل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. جبريل ينزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان، يدارسه القرآن ويعلمه القرآن. وأنتم تعلمون وتحفظون جيدا أن أول ما أنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان يتعبد في غار حراء قول الحق سبحانه وتعالى اقرأ. قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القرآن هو دستور الأمة، يتعبد بتلاوته. أنا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى أن يضاعف الله لمن يشاء. القرآن هو منهج حياة، منهج حياة لهذه الأمة. فالأمة ضاع منها هذا المنهج عندما تركت القرآن وتلاعبت به كتلاعب الصبيان في الأوحال. القرآن أحكام، القرآن عبادة، القرآن دعاء وتقرب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك كان التكريم من رب العباد سبحانه وتعالى أنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرضية الصيام أيها الأخ الكريم على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الأخ الكريم، إن رب العباد سبحانه وتعالى في كل العبادات أنزل الأحكام بالتدريج، حتى في الصيام بالتدريج. ما جاش مرة واحدة كده وقال لهم صوموا رمضان، لا، جاء بالتدريج. يعني إيه بالتدريج؟
يعني بداية وجود الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل دول بيصوموا يوم عاشوراء ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي، ففرض في بداية الأمر على أمة